السلام. كل واحد شنو باغي يدير هاد الصيف؟ كاين اللي باغي يتعلم شي مهارة ويدخل بها فلوس، كاين اللي باغي يتعلم لغة، كاين اللي باغي يقرا وينقص عليه لومبلوا هاد العام الجاي ان شاء الله، وكاين اللي باغي يديرهم كاملين. هذا غالبا ما كيدير حتى شي وحده فيهم، واكثريه لك انت يلاه بادي. خاصك تركز على حاجه وحده باش ما تشتتش. ما عليناش. كاين جوج د النقاط كيتشاركوهم هاد الفئات بثلاثه. النقطه الاولى، 1% من كل فئه هما فقط اللي كيوصلوا لداكشي اللي بغاو. النقطة الثانية، شنو اللي خلى هاد الواحد في المية بالضبط هما اللي يوصلوا لداكشي اللي بغاو؟ شنو اللي خلق الفرق بينهم وبين 99% د الناس؟ هذا هو الموضوع يطلع عليه الفيديو كامل. شنو اللي غيخليك انت ولا انت تخرج من بين 99% د الناس وتولي من بين 1% د الناس؟ غنعطيك جوج مهارات، الا قدرتي تكتسبهم غتقدر توصل لاي حاجه بغيتي. تقدر كاع تحطهم فرضيات انا في الاول، ويطلع لك هاد الصيف بمهاره واحده على الاقل: فلوس، لغه، قرايه. بطبيعه الحال ماشي بهاد السهوله هادي، كلشي باغي نفس الحاجه، وقليل بزاف اللي كيوصل لداكشي اللي باغي. قد ما تزادت الصعوبه قد ما كيقللوا الذئاب اللي قادرين يواجهوها. فهاد العصر اللي كنعيشو فيه غتحتاج جوج المهارات لا اكثر، وغيولي بامكانك تنضم لهاد الفئه من الذئاب. غتقدر توصل لاي حاجه بغيتيها في حياتك، واهم حاجه في هاد اللحظه هادي غتقدر تستغل هاد الصيف مزيان. ومنين غيتسالى غتحس بواحد الافتخار كبير، طاقه ايجابيه كبيره، ثقه بالنفس لا حدود لها، غيعاونوك بزاف العام الجاي ان شاء الله باش انك تقدر تبدا وتكمل بلا ما تحبس. بامكاني نقول لك هكا المهارات بجوج اللي غتحتاج، ها الاولى ها الثانيه، وصافي نساليو الفيديو. ولكن ثق بيا هكا ما غتستافد حتى شي حاجه، حيت هاد المهارات كلشي كيقولهم ليك ولكن ما عمرك درتي بيهم. علاش؟ حيت المعلومه ما كتوصلكش بالطريقه الصحيحه، الطريقه اللي غتخليك تعرف القيمه ديال الكنز اللي بين يديك، الطريقه اللي غتخليك من بعد هاد الفيديو تنوض وتبدا تكتسب جوج المهارات اللي قادرين يبدلوا حياتك. سير معايا دقه دقه، ثق بيا هاد الفيديو قادر يبدل حياتك. اجي نرجعوا واحد شويه اللور. غنلقاو تليفونات باقي ما واصليناش، القرايه بطريقه تقليديه، ورقه وستيلو. بغيتي معلومه غتحماق عليها من كتاب لكتاب وشوف واش غتلقاها ولا لا. النتائج كيتعلقوا في الطابلو، خاصك تمشي حتى للمدرسه باش تعرف راسك واش ناجح ولا لا، وبزاف. هادشي كامل خلى المعلومه تكون نادره، ماشي اي واحد قدر يوصل ليها، واللي كيوصل ليها كيحس بواحد الدوبامين خيالي يكفيه يقرا 50 كتاب اخر وهي غاديه. الا جمعنا هاد الصعوبات كاملين ولخصناهم غنلقاو ان المعلومه كانت عندها قيمه، القيمه اللي ما بقاتش عندها دابا. الا جينا نطبقوا اللوجيك على هاد الشيء غنقولوا ان هاد العصر فيه المعلومه غير مشتته. يعني في هاد العصر خاص يكون كل شيء ناجح في حياته، ولكن غنتصدموا بان 1% فقط اللي ناجحين، والتباقي ماشي ما ناجحينش، غارقين. الا جينا نجمعوا هاد 1% ونشوفوا شنو الصفه اللي مشتركه بيناتهم غنلقاو انهم عارفين القيمه ديال المعلومه، دازو من ظروف علمتهم يعرفوا القيمه ديال داكشي اللي بين يديهم في بلاصه ما يبقاو يشوفوا شنو ما عندهمش. شحال هادي لا بغيتي تدخل فلوس عندك جوج اختيارات: اما الفلاحه تربي حيوانات تزرع تحصد وكذا، واما البلا والفاس لا غير. اما دابا لا بغيتي تدخل فلوس الفرص كتار. الا جبنا واحد من داك العصر كيقلب كيدير يدخل فلوس، كيلعب بالعقل ومقاتل، وحطيناه في هاد العصر غيستغل اول فرصه لقاها قدامه وفي البلاصه غيطلع. ولكن واحد اخر كبر وسط هاد الفرص ما غيعرفش قيمتهم. البلان ديال ان بنادم ما عارفش القيمه ديال داكشي اللي بين يديه ماشي هو المشكل الوحيد اللي كاين مشكل اخر. في هاد العصر اللي كنعيشو فيه كيما تزادوا الفرص باش انك تولي شخص ناجح، تزادوا التاثيرات الخارجيه اللي غيدمروا النجاح ديالك. واحد من بين رجال النخبه ديال العالم كامل باش انه يزيد يقوى اكثر، يولي غني اكثر، ياخد سلطه اكثر، يتحكم في ناس اكثر واكثر، خاصو ينتج اكثر، ينتج افكار، ينتج مبادئ، ينتج قضيه اللي غتخدم المصالح ديالو. باش تتم المهمه ديالو بنجاح خاص المستهلك يكون كتير بزاف. هنا كياخد التحدي ديال انه يخليك مجرد مستهلك، ماشي غير انت بل الملايين منك. حرب العقول، هاد الحرب مبنية على دراسات نفسية كبار بزاف، كيستخدموا نفسك ضدك. بخلاصة باش انك ترسم هدف تخدم عليه وتوصل ليه غتكون ربحتي واحد الحرب كبيرة ضد الاباطرة د العالم كامل. ركز معايا مزيان حيت الفيديو غيبدا دابا. شحال هادي كانت الصعوبة في انك تلقى معلومة، وفاش كتلقاها كتحس بدوبامين ايجابي كبير بزاف. دابا الصعوبة في الديسيبلين، في الانضباط. فاش غتقدر تنضبط ودير فقط داكشي اللي خاصك دير غتحس بدوبامين ايجابي كبير بزاف. فوقاش هاد الدوبامين كيكبر اكثر فاش كتربح في حرب كبيره، واللي كيخلي الحرب تصعب
هو القوة ديال الاعداء، وحيت الاعداء ديالنا كبار بزاف لدرجة كيسيروا العالم كامل. الكمية ديال الدوبامين اللي غتاخد من بعد ما تربح في هاد الحرب خيالية، وكل ما كانت الكمية ديال الدوبامين كبيرة كل ما غتكفيك لانك توصل لاهداف كبر وكبر. حارمينك من اكبر نقطة قوة عندك واللي هي الدوبامين الايجابي، حيت هما اللي عارفين القيمة الحقيقية ديالو. دابا ومن بعد ما فهمتي القيمة ديال الكنز اللي بين يديك، غنعطيك المهارات بجوج اللي غتحتاج. واحد، تعلم تبحث. جوج، الانضباط. هاد المهارات بجوج كيتكتسبوا بالتكرار. المعلومة غير مشتتة، خاصك تتعلم تلقاها. غتعلم تلقاها فاش غتبزز على راسك تهز تليفونك وما تسكروليش في السوشيال ميديا، تهز تليفونك وتبحث. هذا اللي كنشوفو دابا مليونير كيفاش بداها في الاول، مشى ليوتيوب وكتب كيف ادخل المال من الانترنت وما زادش حداها بسرعه. النهار الاول عارف لي دومين اللي كاينين وهي غاديه، كل نهار كيدير نفس الحاجه، كيهز تليفونه وكيبزز على راسو يبحث. بالتكرار مهاره البحث ومهاره الانضباط كيترسخوا فيه وما كيبقاش يواجه نفس الصعوبه اللي لقى في الاول. المعلومه غير مشتته. من بعد ما تكتسب مهاره البحث غتعرف منين تجيب معلومات فابور للاخرين كيشروهم بالفلوس. حتى ان الولفز غيكون انتهى الفيديو. شكرا على وقتكم، شكرا على لي لايك ديالكم، شكرا على لي كومونتير اللي كتحفزوني فيهم باش نكمل في هادشي، شكرا على لي كومونتير اللي كتنتقدوني فيهم باش نطلع من النيفو ديالي. كنبغيكم كاملين. تهلا.